السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم حبايبي. النهارده هنحل مع بعض كتاب المعاصر صفحة 174 175. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. listen and circle the correct answer from A B C or D. بيقول لك هنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لك إن غربية farmers، في الغربية الفلاحين wanted to have cleaner air، الفلاحين بيحتاجوا الهواء النظيف. زي ستوب هم بيتوقفوا، هتقولوا بورنينج عن حرق رايس سترو، يعني بيتوقفوا عن حرق قش الأرز. زي يوزد هم بيستخدموا ذا سترو اللي هو القش تو ميك فود، ليجعلوا الطعام فور زير انيمالز لحيواناتهم، بيقدموا القش كطعام لحيواناتهم. هنا بيقول لك زي also هم ايضا يوزد ات بيستخدموه تو كفر زير كروبس عشان يغطوا المحاصيل بتاعتهم. السؤال التاني choose the correct answer. number 1 my brother is sick، أخويا بيكون مريض. he has a cough، هو عنده كحة. رقم 2 we can get solar power، يعني احنا بنستطيع ان احنا نحصل على الطاقة الشمسية from the sun، من الشمس. طيب electric buses اللي هي الأتوبيسات الكهربائية كان stop بتستطيع التوقف، هتقول له هنا air pollution بتوقف تلوث الهواء عشان هي بتشتغل بالكهرباء مفيهاش وقود. I can't breathe، أنا مش قادرة أتنفس. well جيدا because of air pollution لأن الهواء ملوث. هنا بيقول لك read and complete the text with the word in the box. cars سيارات، drive يقود، cycle إعادة تدوير أو دراجة. عندك school مدرسة، pollution اللي هو التلوث. air pollution تلوث الهواء is a very dangerous problem بيكون مشكلة خطيرة جدا. some cities بعض المدن are trying بيحاولوا to stop air pollution، بيحاولوا ان هم يوقفوا تلوث الهواء. يبقى أول واحدة تقول له pollution. in London England، في لندن وإنجلترا parents الآباء don't drive مش بيقودوا، دي رقم 2 اهي، مش بيقودوا children to school، مش بيقودوا بالأطفال للمدارس. the children walk or cycle، الأطفال بتمشي أو بتركب دراجات cycle اللي هي 3. to school للمدارس. cars السيارات don't go near school، السيارات مش بتروح يمت أو بالقرب من المدارس. على صفحة 174 ننتقل من صفحة 175. The general idea of the text هتقول له عن air pollution، الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن تلوث الهواء. in England في إنجلترا children go to school، الأطفال بتذهب للمدارس by bike بالدراجات. summarize the text in one sentence، لخص النص في جملة واحدة. هتقول له cars السيارات make air pollution بتجعل الهواء ملوث. cars make air pollution. How does China، كيف الصين try to stop air pollution، ازاي الصين بتحاول ان هي توقف تلوث الهواء. هتقول له اهي they have electric buses بيستخدموا اتوبيسات بالكهرباء. This buses هذه الاتوبيسات don't make air pollution مش بتعمل تلوث للهواء. دي اجابة السؤال الرابع اللي انا عامله لك على خط دي كلها في القطعة. طيب read and write the correct from the words between practice، صحح الكلمات اللي بين الأقواس. you mustn't run on the road، أنت لا يجب أن تجري على الطرق أو على الطريق. I must wear، أنا يجب علي أن أنا أرتدي my uniform at school، لبس المدرسة أو زي المدرسة بتاع المدرسة. we must buy، يجب علينا إن إحنا نشتري tickets اللي هي تذاكر to watch the movie عشان نشاهد الفيلم. you must hurry، يجب إن أنت تسرع to catch the school bus عشان تمسك أتوبيس المدرسة. طيب في البنك تويت هتحط هنا الكيميكالز، هتحط هنا السي كابيتال تحط نقطة. هنا بيقول لك اكتب باراجراف من 18 كلمة عن air pollution، عن تلوث الهواء. هتقول له air pollution تلوث الهواء is very dangerous بيكون خطير جدا. it can make our sick، انه يستطيع ان هو يجعلنا مرضى. cars السيارات make air بتجعل الهواء pollution ملوث. زي put chemicals هم بيحطوا مواد كيميائية into the air في الهواء. we should يجب علينا try to stop air pollution، يجب علينا ان احنا نوقف تلوث الهواء. خلاص يا بطل، ثبت القطعة، يعني انت شايف ان الباراجراف انا قلته بسرعة، ثبت التليفون، يعني اضغط كده على الفيديو وقفه وبعدين انقل الفقرة بتاعتك اهي يا حبايبي، وبالتوفيق والنجاح. احنا حلينا صفحة 174 175 كتاب المعاصر انجليزي الصف الرابع. لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم بقية التدريبات من الحل، التدريبات الكتاب كله بقيته من ورا نحلوه، وكمان هنحل مع بعض كتاب المراجعة ان شاء الله. ربنا ينجحكم جميعا، مع السلامة.